وزير القوى العاملة يكشف عن مفاجأة جديدة لمنحة 1500 جنيها. أعرف التفاصيل. كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة عن مفاجأة في أسماء المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة التي قررتها الدولة بقيمة تصل إلى 1500 جنيها لمدة 3 أشهر حتى نهاية هذا العام الحالي نتيجة التضرر من جائحة كورونا. وقال الوزير في تصريحات هامة إن العاملين على تقنية الأسماء المتقدمة للمنحة اكتشفوا خلال عمليات البحث عن أسماء متوفيين وأصحاب الأملاك والعقارات من خلال الرقم القومي متقدمين للحصول على تلك المنحة، منحة العمالة غير المنتظمة. ويعتمد اختيار الأسماء المستحقة للمنحة على الفئات التي تضررت بالفعل من وباء كورونا نتيجة عملهم في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعهم بنظام تأميني، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عند صرف العمالة غير المنتظمة للمنحة، على أن يستبعد عن تقنية الأسماء أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية من يتقاضون معاشات والمتوفيين والأطفال ومن يحصلون أيضا على منح تأمينية. وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى للصرف انتهت بتقديم 1,600,000 عامل صرفوا 500 جنيها لمدة 3 أشهر، تكلفة تصل إلى 1500 جنيها لكل فرد بتكلفة إجمالية 2,400,000,000 جنيها، مؤكدا أن القيادة السياسية لم تقصر في دعم العاملين غير المنتظمين المتضررين من جائحة كورونا التي انتشرت خلال الفترة الماضية. وبخصوص الصيادين، أكد سعفان دعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 500,000 على مستوى الجمهورية لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة ليحيلوا حياة كريمة تليق بهم وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم، وإصدار بوليسية تأمينية ضد الحوادث والإصابات للصيادين بمدن المحافظات البحر الأحمر بأجمعها. وأشار وزير القوى العاملة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بصغار الصيادين لأن هذه الفئة من الفئة الأولى بالرعاية. نشكرك سيادة الرئيس. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي خلال افتتاح أكبر معمل تكرار وتكرير في مصر وأفريقيا بأكملها بمنطقة مسترد في محافظة القليوبية. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الخبر. طبتم وطابت أوقاتكم، نلقاكم دائما في أفضل صحة وحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.